كشفت إحصائيات قطاع الغاز في إسبانيا عن تحول وصف بالتاريخية في هذا القطاع خلال سنة 2022، ويتجلى وفق تقرير لصحيفة الإندبندنتي في تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشريك والمورد الأول لإسبانيا بالغاز بدل الجزائر التي كانت تتربع على قائمة موردي الغاز لشبه الجزيرة الإيبيرية لعدة عقود. وحسب ذات المصدر فإن إسبانيا تمكنت من تقليص وارداتها من الغاز الجزائري بنسبة 40% خلال العام الماضي، حيث لم يعد الغاز الجزائري يغطي سوى نسبة لا تتعدى 24% من مجموع ما تستورده إسبانيا، مشيرة إلى أن الغاز الجزائري المسال الذي كان يتم نقله على متن سفن الشحن توقف عن الوصول إلى الموانئ الإسبانية. وأضاف نفس المصدر إن إسبانيا قامت بتنويع شركائها من موردي الغاز ومن بينهم روسيا، حيث سجلت سنة 2022 ارتفاع نسبة توريد الغاز من روسيا، حيث شكل الغاز الروسي نسبة 12.6% من مجموع ما استوردته إسبانيا من الغاز خلال العام الماضي. وبالرغم من أن النسبة المئوية من الغاز الروسي لا زالت ضعيفة إلى أن يتصاعد بوتيرة سريعة، حيث بلغت نسبة الصعود خلال العام الماضي إلى أكثر من 50% مقارنة بسنة 2021. كما رفعت إسبانيا من واردات الغاز من نيجيريا، حيث بلغت نسبة الغاز الذي استوردتها إسبانيا من هذا البلد الإفريقي خلال العام الماضي إلى 12.9% من مجموع واردات إسبانيا من الغاز، مسجلة ارتفاعا بنسبة حوالي 30% مقارنة بسنة 2021. وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية المذكورة إن الولايات المتحدة الأمريكية تربعت على قائمة أبرز موردي الغاز إلى إسبانيا خلال العام الماضي بنسبة حوالي 30% من مجموع الغاز الذي استوردته مدريد، بارتفاع بلغ أكثر من 112% مقارنة بسنة 2021. وأضاف التقرير في هذا السياق إن الجزائر هي الجهة الموردة التي سجلت تراجعا كبيرا جدا مقارنة بباقي الموردين الدوليين الآخرين الذين ارتفعت نسبة صادراتهم من الغاز إلى إسبانيا، مشيرة في هذا السياق أن هذا التراجع في الاستيراد من الجزائر من المتوقع أن يستمر خلال هذه السنة أيضا. ويرى متتبعون للعلاقات الإسبانية الجزائرية أن مدريد تسعى لإيقاف اعتمادها على الغاز الجزائري من أجل إضعاف ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها الجزائر ضد إسبانيا، خاصة بعد الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين الطرفين منتصف العام الماضي، على إثر تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، وهو الأمر الذي لم تتقبله الجزائر التي تعتبر هي المدعم الرئيسي لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء عن المغرب.